السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وتحية خالصة لمتابعين الأوفياء في ربوع الوطن. نرجو منكم الإعجاب والاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد. إذن مرحبا بكم مجددا في هذه النشرة الخاصة بالتطورات الجوية وتوقعات الطقس في الجزائر بداية من يوم الغد الأحد وقادم الأيام بإذن الله تعالى. إخوتي الكرام، توقعات الأيام القليلة القادمة تشير إلى استقرار نسبي في الطقس على مستوى معظم ولايات الوطن من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وستشهد معظم الولايات ارتفاعاً محسوساً في الضغط الجوي، ودرجات الحرارة ستكون فوق المعدلات الموسمية في بعض الولايات الشمالية خاصة الولايات الشمالية الغربية، وقد تتراوح بين 20 و 26 درجة مئوية عند ارتفاعها خلال منتصف النهار. كما سيكون هناك ضباب ليلي في الولايات الساحلية الشرقية، وأجواء باردة مع بعض الجليد في الهضاب العليا خلال فجر الأيام القادمة. بالنسبة لحالة البحر متابعين الكرام، سوف يكون من هادئ ومعتدل على كل السواحل، أما الأمطار ستغيب هذا الأسبوع وقد نشهدها في يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى، ومن المحتمل أن تكون محدودة الانتشار، ولذا سنوافيكم بأي تطورات جوية مهمة فور حدوثها في قناتنا. نسأل الله أن يجعل أيامكم سعيدة بفضله ورعايته. شكرا لمتابعتكم.